صباح الجمال. هعمل معاكم النهارده ان شاء الله الكيكه بالشوكولاته بطريقه سهله جدا. الكيكه بتاعتك هتطلع هشه جدا. الشوكولاته بتاعتك هتطلع غنيه جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. هعملها معاكم بطريقه سهله جدا وبمكونات ان شاء الله تكون كلها عندك في البيت. تخلصي الفيديو وتقومي تعمليها على طول. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه انا هنا عندي بوله نزلت فيها بيضتين بدرجه حراره الغرفه، عليهم معلقه كبيره من الخل. انسي بقى ان انت تشمي اي ريحه للبيض. وبعد كده هقلبهم كويس جدا، وهنزل بنص كوبايه من الزيت، لازم الزيت يكون نوعه نظيف. وبعد كده هنزل بكوبايه وربع من الحليب. تقدري تنزلي بكوبايه واحده، وبعد كده لو احتاجتي ربع كوبايه تنزلي بيهم. وهنا بقى نزلت بكوبايتين الا ربع من الدقيق، عليهم ذره من الملح، عليهم معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر، وقلبت كويس. وبعد كده هنزل بنص كوبايه من الكاكاو الخام، وهقلب كويس جدا. شايفين الكاكاو الخام بقى هيخلي ريحة الكيكة وطعمها غني جدا، وهتبقى كلها شوكولاتة. هنا بقى كنت مجهزة صينية مسحتها مسحة من الزيت، ونزلت بالكيكة بتاعتي. هساوي الخليط ده كويس جدا، هحركه. بعد كده هعمل فيه بالخلة خطوط بحيث اطلع اي هوا فيه. الفرن بتاعي سخن، وظبطته على درجة حرارة 180. هتقعد بالظبط 35 دقيقة. وهتطلعي الكيكة بتاعتك تختبريها بخلة ان هي تطلع نظيفة، فكده تبقى الكيكة بتاعتك استوت. حركتها والخلة اهي. كده بخرج اي هوا من الكيكة بتاعتي، وهدخلها الفرن كده خلاص. شايفين لون الكيكه؟ الكاكاو عامل شغل حلو قوي، يا ريت نستخدم نوع حلو. الكيكه بتاعتي بعد ما خرجت، شايفين؟ بصوا الفتحات اللي فيها دي دليل على ان الكيكه بتاعتك نجحت جدا. دي صينيه مقاس 28، حلوه جدا. والسمك بتاع الكيكه حلو جدا. لو عايزينها مرتفعه اكتر هتستخدموا صينيه مقاس 25. كده خلصنا الكيكه، نستناها بقى تبرد تماما. نجهز صوص الشوكولاته بقى. جبت الخلاط، حطيت فيه كوبايه من الحليب، عليهم نص كوباية من الزيت، وعليه نص كوباية من الكاكاو الخام. ما تقلقوش، الكاكاو هنا مش كتير ولا حاجة، هيخلي الشوكولاتة بتاعتك حلوة قوي. وهنا بقى نزلت بمعلقة صغيرة مليانة من النسكافيه. تقدري تستغني عن الخطوة دي لو مش عايزة طعم الشوكولاتة بتاعتك يكون فيه نسكافيه. ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة، ما نقدرش نستغنى عنه، هنضرب كويس جدا. بس انا هنا نسيت اضيف السكر، حطيت بقى نص كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي جدا، وهضرب كويس جدا. لو حسيتي ان الخليط بتاعك خفيف هتزودي زيت، لو حسيتي انه تقيل هتزودي لبن. بس هنا هو كويس جدا، يعني المقادير دي مظبوطه جدا. بصوا صوص الشوكولاته. تقدروا تعملوا هنا نص المقدار اللي انا عملته، لاني انا هنا عامله صوص شوكولاته كتير، انا بحبها غرقانه في الشوكولاته. يعني لو انت حابه تعملي طبقه بس بسيطه من الشوكولاته، فممكن تستخدمي نص المقدار. لو حابه زي كده ان هي تبقى طبقه سميكه من الشوكولاته، هتعملي المقدار ده كله. بصوا، مش قادرة اقول لكم الصوص تقيل وفي نفس الوقت سهل جدا الفرد. الصوص ده تقدروا تستخدموه في اي حاجة، تقدروا تستخدموه في السندوتشات، تقدروا تستخدموه في الكيكة، تقدروا تستخدموه لأي حاجة عايزة شوكولاتة. حلو جدا ومش هيخذلك ابدا، وهينجح معاكي من اول مرة. وبكده خلاص هغطي بقى الصوص بتاعي وهركنه. دلوقتي بقى هجهز اللبن اللي هسقي بيه الكيكه بتاعتي. حطيت نص كوبايه من اللبن على ربع كوبايه من الميه، ومعلقه كبيره من اللبن البودر، بتفرق جدا. هجيب الكيكه بتاعتي واعمل فيها بس كده بالخله، بحيث ان لما احط اللبن يدخل فيها كلها. تقدري تقلبي الكيكه على الناحيه التانية في الجهه اللي فيها مسامات، وتنزلي باللبن بتاعك. الكيكه بتاعتي بقى نزلت عليها باللبن بعد ما بردت، يعني كانت دافية، نزلت عليها باللبن. دلوقتي بقى بعد ما شربت اللبن ركنتها 10 دقايق، وجبت الصوص بتاعي بقى ودهنته كده. بصوا الطبقة بتاعت الشوكولاتة اكيد واضحة قدامكم ان هي سميكة. وسويته كويس جدا. وتدخليها بقى الفريزر نص ساعة لو مستعجلة زي، او تحطيها في التلاجة ساعتين، وبعد كده تبدأي تقطعيها. كده بعد ما قعدت في الفريزر نص ساعة، قطعيها بقى المقاس اللي انت عايزاه. انا بقى قطعت 6 قطع كبار. وهزين بقى باي حاجه. تقدري ما تزينيش خالص. انا هنا كان عندي فستق، ممكن تزينيها بسوداني. وعندي كاجو هنا، زينت برضو القطعه اللي بعد كده بالكاجو زي ما انتم شايفين.
وهنا بقى عندي اطفال صغيره بتعشاها بالشوكليت شيبس. قطعت بقى القطع بتاعتهم صغيره عشان ياخدوا القطع على قد الاكل على طول. حطيت شوكليت شيبس وبس كده. هتاكلي احلى كيكه بالشوكولاته، مش قادره اقول لكم طعمها حلو قد ايه، هشه قد ايه. تقدري تزينيها باي حاجه وتقدري ما تزينيهاش خالص. بصوا شايفين؟ بصوا ما شاء الله الكيكه هشه جدا ومرتفعه. وكمان عايزه اقول لكم طعمها خطير. صوص الشوكولاته حلو جدا جدا. بصوا الكيكه جميله جدا. يا ريت نستخدم نوع كاكاو كويس. وزي ما قلت لكم النسكافيه في الصوص ده اختياري، تقدري تحطيه او تقدري تحطي اي نكهه تانية. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه.